السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عملت لكم النهارده وصفة جميلة وممتازة وان شاء الله هتعجبكم، وبمكونات موجودة في كل مطبخ، يعني مش هتلفي ومش هتحتاري. وصفة جميلة جدا يا بنات وممتازة، يا ريت تجربوها وان شاء الله هتعجبكم. هتنفع معاكم غدا وهتنفع معاكم عشاء، وكمان توفير التوفير زي ما قلنا كده. ببواقي الرز البيت هتعمليها، وكمان هتوفري كل اللي عندك حبيبة قلبي، يعني مش هتضطري ان انت ترمي حاجة. الرز البايت عندك مش هترميه وهتستخدميه وهتعملي منه احلى كفتة كمان. اللهم بارك عليها وعلى جمالها وطعمها، شايفين حلاوتها؟ تستاهل فعلا انتوا تجربوها. وصفة ممتازة وغير مكلفة خالص بالمرة. صلى على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. وتعالوا نشوف وصفتنا النهاردة عملناها ازاي. عندي كمية الرز كانت موجودة عندي في التلاجة وجبتها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. طبعا مش هنختصر على نوع معين من الرز، سواء الرز الابيض او الرز المفلفل او الرز بشعرية. ايا كان اي نوع موجود عندك هتستعمليه للوصفه بتاعت النهارده اللي عملناها. يعني مش هتحتاري خالص، وكمان اديتك البدايل بتاعت الوصفه. حبيبه قلبي وصفه ممتازه زي ما قلت لكم، وهتجربوها وان شاء الله هتعتمدوها. ومش هتحتاري بقى وتلفي ان انت ايه، بواقي الرز عندك هترميها او ان انت تفرطي فيها. كلنا بنحتار في باقي الرز لما بيتفضل، فبنبقى محتارين نعمل فيه ايه. فانا جبتلك الوصفة من الاخر هتعملي بيها، وكمان هتقضي معاكي، وكمان وصفة ممتازة. تابعوا معايا الفيديو للنهاية عشان تشوفوا عملنا الكفتة القمر دي ازاي ببواقي الرز البايت، وكمان هتعجبكم يا بنات. صلى على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. جبت الكبة بتاعتي كده زي ما انتم شايفين، وحطيت فيها كمية الرز، وحطيت عليها نص كوباية من المية. طبعا حسب كمية الرز اللي انت هتستعمليها، ممكن تحطي كوباية مية كاملة، ممكن تحطي نص كوباية، وبعدين بالتدريجي تحطي مية تاني لو احتاجت معاكي مية. بحيث ان احنا عايزين نعجنها عجن بقى الرز بالشكل دوت. هنبدأ نعجنها ونفتفتها خالص، تطلع معانا عجينة لينة كده زي ما هنعملها دلوقتي واوريها لكم. تمام يا بنات. طبعا ممكن تضيفي بديل المية، ممكن تضيفي حليب لو متاح عندك. مفيش حليب ممكن تضيفي المية زي ما قلت لكم. تمام. طبعا الرز دوت بيكون معمول بزيت وسمنه، فانت مش هتضيفيله. لو مش معمول بزيت وسمنه، اللي هو الرز العادي اللي الناس كتير بتعمله، ممكن تحطي له حوالي معلقتين من الزيت. وبالشكل دوت كده بدأنا نضربه في الكبة. وخدي بالك حبيبة قلبي ان انت مجرد يعني كل ما تضربي كل ما هيتقل في الكبة معاكي. فخدي بالك من اللقطة دي عشان الكبة بتاعتك ما تبوظش منك. وحاولي تزودي كمية مية زي ما انا بعمل كده بالظبط. بعد كده بعد ما عملت الكمية اللي انا محتاجاها زي ما قلت لكم بالشكل دوت، نعمت اهوت وبدأت تعمل عجينة زي ما انتم شايفين. هبدأ بقى اضيف الاضافات اللي انا عاملاها علشان نشوف نعمل الكفتة بتاعتنا ازاي، وايه المكونات او باقي المكونات اللي هنستعملها للوصفة بتاعت النهاردة. في نفس الكبة اللي ضربنا فيها او فرمنا فيها الرز، هنبدأ نحط فلفل حار وفلفل رومي عادي، ولو عندك فلفل الوان هتحطيه. مش عندك اقتصري عادي على الفلفل الرومي العادي والفلفل الحار. وحطيت برضو بصلايه متوسطه قطعتها زي ما انتم شايفين كده مكعبات، وحطيتها برضو في الكبه. وكمان لو عندك خضره الخضرة اللي هي بتاعة المحشي هنضيفها، لو هي عندك متقطع مش متقطعة هتضيفيها في الوقت دوت. بس انا هضيف الخضرة بعدين لان هي كانت عندي متقطعة وجاهزة. تمام يا بنات. فضربت بقى كده البصلة مع الفلفل الحار والفلفل الرومي مع بعض، وهوريكم الخليط بالشكل دوت. هبدأ انزل بيه على كمية الرز اللي موجودة معايا اهوت. كده برضو ادي حاجة من ضمن الحاجات اللي هنضيفها على كمية الرز بتاعتنا. في معانا برضو مكون اساسي هنضيفه هيخليها متماسكة، وكمان جيدة التصبيع لما تيجي تصبعيها ما تفكش منك. المكون ده برضو جميل جدا جدا يا بنات، وهنضيفه دلوقتي زي ما انتم شايفين. البطاطس المهروسة بالشكل دوت. برضو البطاطس دي انا كنت عاملاها بطاطس مهروسة وعليها دقة الثوم وفلفل رومي، وكمان كنت عاملاها بتوم مشوحاها بالزيت والسمنة. ضفت كده انا حوالي 3 معالق كبار من البطاطس. وطبعا حسب الكمية اللي انت هتعمليها ممكن تضيفي اكتر. وهنزل بقى بالتوابل اللي هنحتاجها للوصفة بتاعت النهاردة. عندك الثوم البودر والبصل البودر والفلفل الاسود، الكزبرة الكمون البابريكا، كمان حبة من الكركم. وما تنسوش الملح يا بنات. وبعد كده بقى كل الخليط دوت بقلبه على بعضه، وبرجع اضيفه تاني في الكبة. نفرم كل الخليط مع بعض كويس. حتى ان كان الكبة
تسمغ المكونات مع بعضها اكتر ما نقلبها بايدينا. طبعا في ناس كتير هتقولي طب مش متاح عندنا الكبة. هقولك على اختيار تاني ممكن تستعمليه بدل الكبة، بس هتضطر ان انت تحطي حبات حبات صغيرين، مش كل الكمية زي ما احنا عاملين كده. ان انت ممكن في شفشق الخلاط هتجربي تعمليها، وهتضيفي المية برضو بالتدريج والرز بالتدريج لحد على ما يعني ما يتكون معاكي خليط، بحيث ان انت برضو ما يبوظلكيش الخلاط. تمام يا بنات، عشان الرز بيكون تقيل. ادي بقى عجينة الكفتة اللي عملناها بالشكل دوت، جميلة جميلة قمر، وريحتها جميلة جدا. وطبعا انا قلت لكم انا ضفت الخضرة اللي هي عبارة عن شبت وكزبرة وبقدونس. لو انتي متاح عندك خضرة عيدان او خضرة صبحة هتضيفيها مع البصل في مرحلة الفرم، البصل والفلفل. طبعا انا عشان كان عندي خضرة مفرومة كنت شايلاها في الفريزر، فجبت حوالي 3 معالق من الخضرة وضفتهم على الخليط بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. مرحلة بقى تصبيع الكفتة يا بنات، هنجيب حبة زيت كده في الطبق زي ما انتم شايفين، ومعايا عجينة الكفتة، ومعايا الطبق التاني فيه حبة من الدقيق. يعني مش هنحتاج ولا بقسماط ولا بيض ولا اي حاجة من المكونات دي. يعني زي ما قلت لك في اول الفيديو في البداية ان كل مكونات الكفتة هتكون موجودة في كل مطبخ، مش هتلفي ومش هتحتاري ومش هتعقد الدنيا خالص زي ما احنا متعودين في قناتنا او شعارنا في قناتنا، بنبسط الامور ما نعقدهاش. جبت بقى كده عجينة الكفتة بعد ما بليت كده ايدي بالزيت علشان ما تلزقش في ايديا زي ما انتم شايفين اهوت، وبدأت افركها ما بين ايديا كده او اصبعها زي ما انتم شايفين. حابة تعمليها صوابع زي ما انا عملتها كده، حابة تعمليها زي قرص الطعمية مدورة، حابة تعمليها كور، دي حاجة ترجع لك انتي وحسب ما ولادك بيحبوها وبياكلوها. تمام. فبدأت بقى اعملها زي ما انتم شايفين الكمية الموجودة معايا. تمام يا بنات. يا رب طبعا فيديو النهارده يكون خفيف على قلوبكم ويكون ضيفة خفيفة، وفيديو النهارده او وصفة النهارده تعجبكم وتنال ارضائكم باذن الله تعالى. حبيت اقدم لكم الوصفة البسيطة دي، طبعا وصفات اخر الشهر، وصفات التوفير، وصفات الكفتة لكل طبعا. عايزه اقول لكم ما نقدرش طبعا على مصاريف اللحمه والفراخ، فاتجهنا ان احنا نعمل الكفته الصيامي بطريقه جميله جدا ومبسطه، وكمان بالرز الموجود عندنا. يعني توفير التوفير زي ما قلت لكم كده، وصفه فاخر من الاخر، كلها توفير وكلها اقتصاديه جدا جدا. كمية الكفتة صبعتها وشلت منها فرزت، والباقي زي ما انتم شايفين كده هحمرهم كده معاكم واوريكم انا حمرتها ازاي، وكمان قد ايه طلعت معايا جميلة. وباقي الكمية طبعا صبعتها وشلتها في اطباق وحطيتها في الفريزر لحين ما احتاجها. تمام. بعد كده بقى حطيت زيت غزير كده على النار، ونزلت بصوابع الكفتة في الزيت زي ما انتم شايفين، ومش هنقلبها غير لما تاخد وش التحمير خالص او احمرت من الجنب التاني. نبدأ نقلبها طول ما هي لسه مستوية، ما تقلبهاش علشان ما تتهريش منك، وهتطلع معاكي اللهم بارك زي ما طلعت معايا كده بالظبط. طريقتها ممتازة وتستاهل ان انتوا تجربوها ان شاء الله على طريقتي. لو انتوا اول مره تشوفوا قناتي ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يصلكم كل ما هو جديد من فيديوهاتي من مطبخ حله وبوتاجاز مع ام عمر. متابعيني حبايبي الكرام على راسي من فوق، ربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي، ويجعل المحبه والموده دايما ما بيننا، ويجعل دايما بيوتكم عمرانه بالخير. ما تنسونيش في شير ولايك وسبسكرايب للقناه، ما تنسونيش في دعواتكم. بحبكم في الله، احلى متابعين في الدنيا. واحلى وصفه عملتها لكم النهارده الكفته الكدابه بطريقه ممتازه. يا ريت تدعموا الفيديو علشان يقدر يوصل لأكبر عدد من المشاهدات، وكمان الكل يستفيد وكلنا نستفاد من بعض بالوصفات الجميلة السهلة البسيطة دي. أعزكم الله، ربنا يا رب يديم عليكم نعمة الصبر ونعمة الصحة والعافية. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.